عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون وصفة كعك النقاش البجاوي على أصوله، الوصفة الأصلية، وراح ينجح معك بإذن الله من أول تجربة. فقط إذا تابعتي الفيديو من الأول للأخير، لأنه كل لحظة فيها معلومة وفيها سر لنجاح الوصفة. راح نعطي لكم مقادير اللي راح تخرج لكم 46 حبة من كعك النقاش البجاوي، وراح نعطي لكم جميع التفاصيل. إذا عجبكم بطبيعة الحال محتوى الفيديو، ما عليكم غير تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، وشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. أي سؤال، أي استفسار، أي وصفة حبيتوا نشاركها معكم، خلوها لي ولا خلوا لي آراءكم في التعليق. ما رايحينش نطولوا ومباشرة رايحين نجوزوا باش نتعرفوا على الطريقة والمقادير. إذا أول شيء لازم نحضروه كي نجو نخدمو كعك النقاش البجاوي هو السيرو، لأنه كعك النقاش البجاوي العجينة تاعو تتلم بالسيرو اللي نسحقو فيها كاس غير ربع من السكر العادي، أي ما يعادل 150 غرام من السكر. عندنا نص كاس من ماء الزهر ونكملو عليه بالماء، أي ما يعادل بالميزان 220 مليلتر خليط بين الماء والماء الزهر. انا استعملت الكاس اللي يرفد 220 مليلتر كيما راكم تشوفوا. 150 غرام سكر اي ما يعادل كاس غير ربع، و220 مليلتر من خليط بين الماء والماء زهر اي ما يعادل كاس مملوء، مع مبشور حبه من الليمون. وتقدروا تعوضوا الليمون بالبرتقال اذا كنتوا في زمان الشتاء متوفر الليمون. في كاسرونه نحطوا السكر ونحطوا المزيج تاع الماء والماء زهر ونبشروا حبه من الليمون، رايحين ندو فقط القشره الفوقانيه وما نلحقوش للقشره البيضاء باش هكا السيرو تاعنا ما فيهش طعم المروريه كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم تقدروا تعوضوا الليمون بالبرتقال. هنايا الان رايحه نخلط كلش بارد في بارد، من بعد ندي السيرو تاعي مباشره نديه فوق النار. هنا كي نحطو فوق النار انا ما نحوش اني نلحق السيرو تاعي لدرجه الغليان، وانما قسم ما يذوب معايا السكر، يعني راح يدفى الخليط ويذوب السكر، وبالتالي كي يكون دافئ هذا الخليط هذاك مبشور تاع الليمون راح يطلق البنه والريحه تاعو في العصير تاعنا، عفوا في السيرو تاعنا. شوفوا حطيته فوق النار في الراس الصغير وانا نخلط، غير شفت السكر ذاب معايا طفيت عليه وغطيته بغطاء كيما انا راني حطيت طبسي فوق الكاسرونه تاعي هكذا، باش نخليه يبرد بجيه هكذا باش المبشور تاع الليمون يطلق البنه والريحه تاعو. من بعد رايحين كي قبل ما نبداو العجينه لازم نتاكدوا بلي السيرو تاعنا راهو بارد معانا تماما باش نروحوا نديروا العجينه. بالنسبه للعجينه كيلو من الفارينه قسمته على هذا البول، خرج لي 3 كيلات ممسوحين هكذا. شوفوا هاوليك الكيل الاول ورايحه نزيد الكيل الثاني ونزيد الكيل الثالث. كيما قلت لكم انا كيلو من الفارينه قسته في هذا البول سوا خرج لي كيلو. ومن بعد رايحين نضيفوا رشه من الملح لتعديل المذاق مع نص باكي من خميره الحلويات اي ما يعادل 5 غرام. شفتوا هذيك الملعقه الصغيره تاع القهوه، عمروها مليح بخميره الحلويات وحطوها في الفارينه وخلطوهم. من بعد هنا بالنسبه للدهون واش درنا ولا ليدا، درت 200 غرام من السمن و200 غرام من المارغرين و100 غرام من الزيت، يعني المجموع كامل هو 500 غرام، ولا كيلة ناقصة أسبوع خليط بين السمن والمارغرين، وكملت هذاك الأسبوع بالزيت العادي. هنا بالنسبة للمارغرين والسمن تاعكم يكونوا يعني باردين، ممسي تدفيوهم فقط شوية كما شفتوني أنا دفيتهم برك شوية وخليتهم حتى بردوا باش يكون هكاك على شكل كريمي هكذا البنات. الان رايحه نحاول كيفاش نبسس العجينه تاعي ولا نمحرها هكذا بين يديا بهذه الطريقه باش هكا الفارينه تتغلف كامل بليدام بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيها. نحكها مليح نعطي له الوقت تاعو في هذه المرحله. كما قلت لكم بالنسبه لليدام واش عندنا كيلة ناقص أسبوع خليط بين السمن والمارغرين، تقدروا ديروها بالسمن وحده هكذا. انا خلطت بين السمن والمارغرين كيلة ناقصه أسبوع خليط بين السمن والمارغرين، وهذاك الأسبوع كملته بالزيت. وبالميزان كيلو من الفارينه يقابلها 500 غرام خليط بين السمن والزبده والزيت.
بعد ما بسستو مليح راني جبت هذاك السيرو اللي قلت لكم لازم تتاكدوا بلي برد معاكم تماما باش تروحوا تحضروا العجينه، ونصفيه ونضغط عليه هكذا بالصفايه باش هذاك المبشور تاع الليمون يطلق كامل البنه اللي فيه. من بعد نجيب هذاك السيرو ونبدا نلف العجينه تاعي. صدقوني بلي فيه هاد كعك النقاش علاش ما درتش فيه لافاني، لانه كاين ما زهر وكاين مبشور حبه الليمون عطاله واحد البنه اكثر من رائعه. وإلا جربتوه بمبشور حبه من البرتقال رايح يجيكم ابن وابن. رايحه نحط هذيك السيرو، حطيت في البدايه حطيت نص الكميه مباشره وبديت نلم باطراف الاصابع وما تعجنوش العجينه تاعكم. رايحه نلم بهذه الطريقه. من بعد نبدا نضيف هذاك السيرو بشويه. الان هنايا انا رايحه نضيف هذاك السيرو غير بشويه. الان هنا بالنسبه لهذا السيرو كيما انا دالي كامل هذيك الكميه، العجينه خرجت ما شاء الله، يعني ما زدتلوش ماء الزهر. وممكن انك انت تطيحي في فارينه تتشرب ورايحه تضطري، يعني رايحه يدي كامل هذاك السيرو ورايحه تضطري انك ترشيه بشويه من ماء الزهر هكذا. الان هنا بعد ما كملت كامل هذيك الكميه تاع السيرو بديت نجرف العجينه تاعي. ديروا هكا كره، كوروها مليح، ضغطوا في المنتصف. كي تشوفوا بلي ما كاش تشققات تعرفوا بلي العجينه تاعكم دات الكفايه تاعها من الماء. من بعد هنا تقدروا انكم ديروها في كيس بلاستيكي وتخبوها هكذا. انا بما اني كنت بزروبه واش درت، وزنتها مباشره 40 غرام للحبه. من بعد نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يريحوا شويه. صدقوني بلي خلوهم يريحوا حوالي 2 سوايع باش هكا يعني رايحين تخدموهم بكل اريحيه. العجائن التقليديه دائما يحبوا يريحوا. قلت لكم 40 غرام. انا شوفوا اذا هنا بعد ما وزنتهم كامل غطيتهم بكيس بلاستيكي وخليتهم بجيه باش يريحوا معايا. وفي نفس الوقت كذلك حضرت عجينه التمر تاعي. هنا في هذا الفيديو ما درت لكمش تحضير عجينه التمر، ان شاء الله رايحه نشاركها معكم في فيديو اخر. عجينه التمر تاعكم لازم تكون بطبيعه الحال، انا راهو كاين تمر منقي، انا هنايا وزنته 15 غرام وشكلته بهذا الشكل على شكل حربوش، يكون الطول تاعو حوالي 8 سنتيمترات هكذا. انا التمر تاعي بعد ما نقيه كامل نزيد له شويه من الماء باش هكا يكون طري، وكذلك نكهو بشويه من الجلجلان، تقدروا ديروا شويه من القرنفل، اللي يحبوا القرفه يديروها. هنايا العجينه تاعي فيما بعد جيت باش نشكلها بهذه الطريقه. رايحه نحاول كيفاش نديرها على شكل مستطيل بهذا الشكل. الان هنا بالنسبه للمبتدئات قادرين انكم تحلوا العجينه تاعكم فوق كيس بلاستيكي. شوفوا العجينه تاعي صراحه جات ما شاء الله. انا دائما القيس يعني المربع هذا اللي رايحين نديروه تاع العجينه حاولوا انكم يعني تجيبوه كيما حوالي هكا يكون 12 سنتيمتر. من بعد حطيت الحشو وبديت نلوي عليه العجينه ونضغط في نفس الوقت باش نخرج الهواء الموجود بين التمر والعجينه. من بعد نحاول نحل الحربوشه تاعي بحيث انه الطول تاعو يكون بحوالي هكاك 16 سنتيمتر. من بعد جهه رايحه نحلها وجهه رايحه نديرها هكذا، نديرها مدببه يعني بوانتيها، وهاد الجهه نحلها. من بعد هذيك الجهه اللي بوانتيتها رايحه ندخلها في هاد الجهه. شوفوا يعني صورت لكم بالقرب باش هكا تفهموا. من بعد رايحه نحاول كيفاش نسقم ونغلقها مليح بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. رايحه نوري لكم ولا نعاود نشرح لكم في واحده اخرى. اذا شوفوا بعد ما تحلوا العجينه تاعكم حاولوا يعني خصوصا المبتدئات اتقنوا العمل تاعكم، ديروه مستطيل، حاولوا تقيسوا هكا باش تخرج لكم النتيجه بزاف هايله. كي حطيت التمر بديت نضغط، شوفوا نضغط ضغطات خفاف باش نخرج الهواء. من بعد نحل الحربوش تاعي. انا دائما نستعين بهذاك الحلال ونقيس على طول هذاك الحلال، يعني الطول تاع الحربوش تاع الكعك النقاش تاعكم ديروه بين 16 17 سنتيمتر. جهه نديرها مدبدبه ولا بوانتو وجهه نحلها وندخلهم فيما بيناتهم ونغلق الفتحه بهذه الطريقه. انا الان ماشي كل ما نخدم حبه ننقشها، لانه لو كان كل ما تخدموا حبه تنقشوها النقشه ما رايحاش تخرج معاكم، وانما نخدم كامل الكميه اللي عندي. من بعد نروح الاول حبه خدمتها تكون مريحه العجينه تاعها ونبدا ننقش فيها هكذا البنات. يعني استمعوا بزاف للنصائح هذو لانهم مهمين جدا باش ينجح معاكم كعك النقاش. اذا هنا راني كملت كامل الكميه تاعي 46 حبه، كملتهم على ضربه.
كما قلت لكم جبت اول حبه خدمتها، شوفوا بغطاء غطاء قاروره تاع 5 لترات، نحطوها فوق الحبه تاع النقاش، نحاولوا نجيبوها في الوسط باش هكا من بعد النقشه تاعنا رايحين ندوروا على هذاك الرسمه اللي خرجت لها لنا غطاء القاروره تاع 5 لترات. شوفوا ونبداو ننقشوا بهذه الطريقه، يعني رايح يجيكم التور تاعها ولا الدور تاعها بزاف شباب. وكذلك هذا النقاش اللي راهو يتباع 20,000 عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ماشي هذاك تاع 5000، هذا بزاف هايل. يعني هذا النقشه تاعو تخرج لكم قمه في الجمال والروعه، ديجا ما يجيش محلول بزاف. من بعد ما تنقشوها شوفوا تجوزوا يديكم عليها هكذا، لانه كي تنقشوها تتكسل الحبه شويه، نتوما كي تكملوها رفدوها. شوفوا بغطاء القاروره تاع 5 لترات حاولت اني نرسم الدائره اللي تكون في وسط حبه النقاش تاعي باش هكا نتبع عليها. من بعد كي تنقشوا شفتوا كي ديروا النقشه الاولى، من بعد شفتوا هذوك الثقوب اللي خرجتوا منهم تعاودوا تدخلوا فيهم وهكذا. شوفوا ركزوا لي على الفيديو مليح باش تفهموا الطريقه. الان هنا بالنسبه للطبخ كي كملتهم كامل صراحه انا خليتهم باتوا، عاد كي نكون مزروبه نخليهم 2 سوايع من بعد نروح نطيبهم. ولكن يعني إلا خليتوهم يباتوا خصوصا المبتدئات رايحين تتحصلوا عليهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيهم. النقشه تاعهم تجيكم بزاف شابه، يعني ما رايحاش تروح مع الطياب. وشوفوا بعينيكم كي طيبوهم على درجه حراره 170 درجه، طيبوهم حوالي 20 دقيقه. شوفوا 20 دقيقه وروحوا طلعوا عليهم، من بعد شعلوا لهم الجهه الفوقانيه باش يحمروا لكم كما راكم تشوفوا. كاك النقاش البجاوي لو كان طولوا له في الطياب كيما الكعيك عاد وكان طولوا له رايحه ينشف معاكم الحشوه تاعهم. لذلك الطبخ تاعهم مهم جدا. درجه الفرن تكون مسخنه مسبقا 4 ساعات من قبل على درجه حراره 170 180 درجه. حطوهم في الرف الوسطاني، حسبوا 15 دقيقه طلعوا عليهم، مده 20 دقيقه رايحين تلقاوهم طابوا. تشعلوا له من الجهه الفوقانيه. وبالنسبه للديكور كما راكم تشوفوا كل وحده حره في التزيين. انا درت هاد الشرائط درتهم على شكل بابيون، انتي تقدري ديري يعني ورده بعجينه التمر. نتمنى يعجبكم الفيديو. دمتم في رعايه الله.